يمكن على مر التاريخ يومها تواجهنا مع المنتخب العماني، واعتقد في المملكة العربية السعودية فاز منتخبنا 8-0 في تلك المباراة. 8-0. سالم خليفة هاتريك، هذه كرة ملعوبة، الإماراتي يتقدم بأول أهداف في المباراة عن طريق يحيى الغساني. فرحة جماهير الإمارات، إمارات يا بلادي، وسط العين وفؤادي. أبيض الإمارات يتقدم في الدقيقة 20 بأول أهداف المباراة، وفرحة كبيرة، ويحيى الغساني يسجل ثاني أهدافه في الدورة. يا سلام، من ضنحاني إلى غساني، وتبدأ الأماني بإذن الله لمنتخب الإمارات الوطني. تقدمنا لأننا نستحق، سجلنا لأننا نستحق، نحن الأفضل في المباراة من خلال 20 دقيقة. منتخب الإمارات الوطني يتقدم عن طريق يحيى الغساني. الإماراتي واحد ويحب الرقم 1، والآن يتقدم بهدف. اغمز فتيت غمزتك، سجل المنتخب الإماراتي، لأن الإمارات في المواجهة مع عمان هي اللي فازت حتى الآن. نعم حتى الآن العماني نعم يتقدم المنتخب العماني بهدف التعادل. افرحي يا عمان، افرحي يا عمان، فقد عادوا وأي عودة. افرحي يا عمان، فقد تعادلوا وأي تعادل. افرحوا يا عمان. نعم أبناء عمان متألقون، نعم متفوقون، نعم بهدف التعادل يسجلون. الله 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 الله. ذكريات كرة القدم الكويتية مع عمان في 2016. عمان في 2016 من 21 سنة فازت عمان على الإمارات 2-1، وده كان أول انتصار تاريخيا لعمان على الإمارات. ولكن الآن يتقدم المنتخب العماني، وعبد الرحمن المشفري ابن الفنان، ابن المعلق الكبير عيد حارب المشفري عاشق برشلونة، يسجل للأحمر العماني هدف التعادل. أبوه معلق، أبوه فنان، مستني منه يطلع ايه؟ لعيب. المشفري 1-1. وانا لسه كنت بقول لباولو بنته لازم التدخل، لان بان ان عمان افضل.